تكملة بقى الفيديوهات التنظيف التحفة بتاعتنا دي اكتر فيديوهات انا بحبها بجد في القناة. يعني لما بنظف حاجة زي كده بتكون خلاص مفقود فيها الامل، لما بتنضف حقيقي ده بيبقى فيديو بالنسبة لي تحفة. بصوا المنظر كانت عاملة ازاي، وبصوا رجعت جديدة ازاي. يعني مش عايزة اقول لكم ان هي ما كانتش فيها امل خالص. يعني حاولت ان انا ادعكها وما ادعكتش. فجربت طبعا الخلطة بتاعتي اللي انا عملتها قبل كده في فيديو، واستعملتها تاني النهاردة، فحبيت اوريها لكم عشان اللي ما شافش الفيديو اللي فات يشوف الفيديو ده. نضفت الحلة اللي ستانلس، خليتها زي ما انتم شايفينها كده، بقت مراية بكل سهولة بدون دعك نهائي، بالظبط زي ما في العنوان مكتوب، فعلا فعلا بدون دعك. نطفت بكل سهولة وبكل توفير كمان. يعني محتاجناش اي حاجة من المنظفات بتاعت الشركات اللي كنا عارفينها. هقول لكم بقى نضفتها ازاي ورجعت كده ازاي. بس لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. بصوا بقى، اول حاجه جبتها معايا وده الاساس بتاع وصفه النهارده هو البوتاص. بصوا قد ايه بوتاص، يعني تقريبا كان ربع كوبايه او نص كوبايه. بصوا على حسب كميه الحلل اللي انتوا هتنضفوها، او كميه الحاجات اللي استانلس او الالومنيا اللي انتوا هتنضفوها. فانا دي بس يعني كانت هما حلتين والبراد، فاستخدمت تقريبا ربع كوبايه او نص كوبايه بوتاص. تمام. دول طبعا مش غاليين خالص، تقريبا ب5 جنيه يعني، مش فاكرة بالظبط بس أكيد مش غاليين خالص. دوبتهم في مية ساقعة، قدهم تقريبا مية. بصوا منظر الحلة ما تتشافش يعني خالص. دوبتهم في قدهم مية ساقعة من التلاجة وسبتهم على جنب. وتخلوا بالكم ان هو هيطلع ريحة او بخار، فاولا البسوا كمامة وقت التقليب، والبسوا جلافز عشان مفيش اي حاجة تيجي على ايديكم يعني. وسيبوه على جنب بقى. وتاني حاجة معايا جبت نص كوباية كحول. ما كانش عندي كحول عادي، فحطيت جل، يعني برضو كحول نسبة الكحول فيه 70%، كحول جل. وحطيت نص كوباية زيت مستعمل. ده زيت مستعمل يعني، حتى في حاجة كده متوسخة في الطبق، هو عشان زيت مستعمل ما صفتوش قوي. فحطيت منه نص كوباية على نص كوباية الكحول، وقلبتهم شوية. بصوا بيتقل في ثواني معاكم. هقلبه كده هو بس يعني لمدة ثواني دقيقة كده، علشان احاول امزج الاتنين مع بعض وقوامهم يتقل كده. ممكن معاكم تفضلوا تقلبوهم لحد ما يبقى فيه قطع كده من الصابون يعني. بصوا لما ابتديت ان انا اقلبه بمضرب السلك على طول لونه فتح، وابتدى ان هو يعني هيعمل لي خلاص كتل. او بصوا تقيل جدا، هيعمل لي كتل. لو اتحول معاكوا الكتل كده فده كويس، مش غلط او حاجه باظت، لا، ده عادي على حسب نسبه الكحول عندكم. فقلبته كده يدوبك بس خلطتهم مع بعض، وبعد كده نزلت على طول ايه بالبوتاص. لما سبته يهدى بس شويه، مش يبرد، يهدى بس شويه علشان ما يطلعش ريحه نفاذه، وريحته بتبقى مش حلوة يعني. فالبسوا كمامة ساعة البوتاص ده، او ابعدوا شوية وانتوا بتقلبوا. وادي الحلة على النار، حطيت فيها كمية مية، يعني غطيت كده الحتة اللي فيها حرق. تقريبا كانوا 2 لتر مية. وبرضو على حسب الحلة بتاعتكم، يعني دي كانت حلة كبيرة شوية، فحطيت فيها يدوبك ايه، غطيت كده الحرق ب2 لتر او 3 لتر مية وبس. ده بعد كده حطيت الخليط ده. هسيب الخليط ده لحد ما المية دي تغلي، او من البداية خالص ممكن تحطوا المية ديت اوريدي تكون مغلية، يعني تكونوا حاطين المية بتغلي وتقوموا على طول صابين الخليط ده عليها. بمجرد ما حطيت الخليط ده، انا دلوقتي حطيت معلقة كربوناتو او معلقتين كربوناتو. دوت برضو مهم تحطوا معلقة كربوناتو واحدة بس كده، بس تكون مليانة يعني، وتقلبوها. انا هنا بقى كنت بقلبه بمضرب السلك عشان منه ان انا الخليط ده ممكن يفور معاكم. يعني هو بصوا بيعمل الرغاوي دي كتير جدا وممكن يفور معاكم. لما بفضل اقلبه كده، واكون كمان يعني زي بدعك الخربشه اللي تحت اللي في الحله، مش بدعكها جامد يعني، بمجرد التقليب بالسلك دوت، فانا بكحت فيها كده يعني.
وبس. بمجرد ما يبتدي يغلي هسيبه يغلي غلوتين 3، وبعد كده اتخلص بقى من الخليط ده. يعني عايزين تتخلصوا منه، بصوا بيفور، فلازم النار تكون هادية. بمجرد ما ابتدي يغلي النار تكون هادية وانتوا بتقلبوا وهي بتغلي. ما خدش دقيقة كده بعد الغليان، وبعد كده حطيت بقى الخليط ده زي ما هو كده في الحلة التانية اللي انا عايزة انضفها. بصوا انا هنا مش هقطع خالص عشان اوريكم منظرها بقت عاملة ازاي. بصوا بقت عاملة ازاي دوك، بس هنا يعني حاجات بسيطة جدا هدعكها وما خدتش دعك طبعا، يعني هي بس ما طلعتش في ساعتها. بس بصوا نطفت خالص ازاي منظر اللي كان فيه. بصوا اول ما دعكت يعني خلاص السواد دوت بيروح ثواني، بس هنا ما كنتش عارفة ادعك كويس يعني، فبس حبيت ان انا اوريكم قد ايه هي سهلة التنظيف. وهنا بصوا بقى البراد ده مش بستخدمه كتير، وقلت بقى ايه انضفه بالمرة وانا عندي الخليط ده. بصوا هنضفه بقى ازاي. ادي الخليط اللي انا حطيته في الحلة التانية اللي انا هنضفها، حطيت جواه البراد. ادي الناحية علشان المية ما كانتش مغطياه كله يعني، فحطيت ادي ناحية. وبصوا المية بتغلي اهي، فالحلة دي مش هسيبها نفس الوقت بتاعت اللي فاتت. اصلا الحلة اللي فاتت دي كانت الحرق فيها شديد شوية من تحت وما كانش عايز يدعك خالص. الحلة ديت بقى حطيت جواها البراد، اديني قلبته. بصوا الناحية اللي سبتها بس ثواني، بصوا فرق، يعني اكيد شايفين فرق الابيض ده. من مجرد ما دعكتها خلاص كله نتف. بصوا ادي الحله اهي، غسلتها بالسلكه اللي كانت معايا ونضفتها. بقت بتبرق، يعني بقت مرايه ورجعت جديده ما فيهاش اي حاجه خالص، اكن ما حصلش فيها ولا حاجه. ودي اسهل طريقه ممكن تقابلوها لو اي حاجه ستانلس عندكم او ألمونيوم اتحرقت. دي طريقه فعاله ومتجربه قدامكم، انا وريتكم كل حاجه بالظبط. والحلة التانية كمان هوريها لكم دلوقتي، وكل حاجة رجعت جديدة بمنتهى السهولة. وزي ما انتوا شفتوا المكونات قد ايه سهلة وقد ايه مش مكلفة، وثواني كده على النار وخلاص. ودي وصفة النهاردة وده فيديو النهاردة. اعملوا لي بقى لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفة جديدة ونزلها هنا على القناة. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.